معكم الأستاذة والنسري مروان من دولة الجزائر الشقيقة. أعمل كمدرسة أستاذة لغة عربية بالطور الثانوي، خريجة مدرسة العليا الأساتذة بقسنطينة ولاية قسنطينة بالجزائر. أدرس اللغة العربية، وباحثة أيضا بالنقد العربي الحديث والمعاصر. عضو بالاتحاد الدولي للأدباء والشعراء العرب. آه، عضو بمجلات دولية من بينها مجلة القلم الثقافية الصادرة عن دولة السويد بالتي تشتغل مع الاتحاد العالمي للمثقفين العرب، ومجلات كثيرة منها مجلة غرب الصادرة عن دولة الإمارات. كما أعمل كمتحدثة تحفيزية ومدربة تنمية بشرية من مواليد 1993. من أعمالي الروائية، أول عمل روائي صدر لي سنة 2019 تحت عنوان عن بقايا حلم أتحدث، وهي رواية ذاتية اجتماعية. وكتاب أيضا تفاريح الحب، هو عبارة عن نصوص قصيرة أدبية تتضمن مقالات أدبية نقدية فلسفية اجتماعية إلى غير ذلك. يصدر لي بعدها عمل أدبي عام 2023 رواية فلسفية تاريخية تحت عنوان قدر. ثم تليها أعمال أدبية أخرى عام 2024 مؤلف تحت عنوان حضرة الجوكر، وهي رواية سياسية تهكمية تنتمي إلى أدب الباروديا، الأدب الساخر. وكتاب متلازمة الفراولة، كتاب ينتمي إلى الكتابة الحرة. بالنسبة لأول مؤلف لي يعني حكايته أو قصته، فأول مؤلف لي كان كتاب عن بقايا حلم أتحدث. هو عبارة عن عصارة خيبة كبيرة، خيبة أمل كبيرة، وأقول صدمة نفسية هائلة، لأنه هذا الكتاب يحكي يوميات طالبة جامعية بالسنة الأولى بالمدرسة العليا. فهذا الكتاب تمثلني كثيرا، ولهذا قلت في البداية أنه رواية ذاتية قبل كل شيء، وموضوع اجتماعي. قلت ذاتية اجتماعية لأنها موضوع اجتماعي، يعني يخص أي فرد في المجتمع، ويمكن أن يتعرض له أي فرد وأي شخص. وهناك حالات كثيرة تشابه حالتي، لأنه في كثير من الناس حلمت أن تكون شيء معين بالمستقبل، لكن شاءت الظروف والأقدار أنها تتخصص بمجال ممكن مو عاجبها أو بترفضها فكرة ذاك العمل. لأنه أنا شخصيا كنت أحلم أن أكون قاضية، كنت أشتغل على هذا الشيء طول سنوات تعليمي، ولكن لما تحصلت على البكالوريا بتقدير جيد، يعني فاجأني الوالد أنه لازم تلتحقي بالمدرسة العليا الأساتذة. ليش؟ لأنه العمل مضمون، لأنه دوب ما تتخرجين حتتحصلين على وظيفة. فللأسف نحن العالم المتخلف يعني بصفة عامة يمتلك قاعدة لا يمكن أقول عنها إلا أنها قاعدة قصديرية، يعني travailler pour le pain، يعني اشتغل من أجل الخبزة. ولا يشتغل واحد فينا على أحلامه أو ما يريده أو أن يحقق ذاته وأن يحقق أحلامه، دائما الهدف الوظيفة. يعني ولهذا ربما لازلنا بالحضيض، لأن لا نطارد الأهداف، فقط نحلم. لأنه ببساطة الأحلام للضعفاء أنا أراها، لأنه القوي يملك أهداف لأنها ستحقق بالنهاية، لكن الأحلام يعني 90% محكوم عليها بالإعدام والتبخر والزوال، يعني مثلها مثل المية. فأنا يعني ما قدرت أني أحقق حلم قاضية، فأصبحت أستاذة، يعني الفضل الله والحمد لله على النعمة والتمام يعني الإنسان يحمد الله في السراء وفي الضراء. لكن هذا الشيء سبب لي صدمة وخيبة بالنسبة إلي، وما تقبلت التخصص بالمدرسة العليا، لكن حاولت أني أتأقلم مع هذا الخيبة، أتأقلم مع هذا القرار الذي ليس قراري لأنه من الصعب أن يقرر أحدهم مكانك وأنت تنفذ. فكتبت هذه التجربة المؤلمة في هذا الكتاب، وخطوات كيف تعايشت معها وكيف تخلصت منها. والعنوان يعني هو حالة نصية، وهو أيضا عتبة سيميائية جيدة لفهم محتوى الكتاب. يعني أيضا حتى الغلاف
جاء به سواد كبير، حتى الأيدي التي بالغلاف سوداء إلا ذلك أطراف الأصابع التي بها شيء من الذهب، هي أصح بقايا حلم أتحدث. العنوان كذلك جاء بجار ومجرور، وجاء الفعل بعده يعتصره ألما وحزنا، ويعني العنوان كفيل أن يعطي نظرة شاملة عن الكتاب، لأنه العنوان جاء صارخا، جاء مدويا، جاء ملفتا للنظر، إنها مجرد عن بقايا حلم أتحدث، تلك الأحلام بقيت منها بقايا فقط. لكن ما أردت إيصاله من رسالة عبر الكتاب أنه دائما مثل ما يقول الشاعر إيليا أبو ماضي: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. مهما ضاقت الدنيا بما رحبت، ومهما ضاقت إنها ستفرج في النهاية، ودائما يمكننا تحويل السواد إلى بياض، ويمكننا تحويل الظلام إلى نور، ويمكننا دائما قلب الأمور لصالحنا لو تقبلنا القدر بالشكل الصحيح، بالشكل الجيد، وتعايشنا معه. لأنه لو ننظر إلى الألم أو الحزن من زاوية ضيقة سنجد أنفسنا نعيش على حد قول محمود درويش: أبشع ما نقدمه من تنازلات هو التأقلم. أبشع تنازل نقدمه في هذه الحياة هو أن نتأقلم مع وضع لا يتطابق معنا. أما عن رسالتي للقارئ والجمهور، أولا قبل أن نتجه إلى القارئ، رسالتي لكل كاتب عليه أن يتقي الله فيما يكتب، وعليه دائما أن يتمثل نزعته ومذهبه فيما يكتبه، أقصد يعني الدين أيضا. عليه أن يعتبر هذا العمل بصفتنا كمسلمين صدقة خالصة لوجه الله، وأن يعتبره علما يبتغي به نفعا، وأن يتحرى الصدق والمصداقية في كل كلمة يقولها، لأن هناك من القراء من يؤمن بكل حرف يقوله الكاتب. الكتاب يقولون أنه كلما قرأت كتابا كلما التقيت شخصا جديدا، بمعنى أن الكتاب يمثل إنسان. فحاول أن تكون إنسان جيد داخل كتابك حتى لا تقدم حزنا أو ألما أو تعاسة أو مللا لمن يقرأك. فأيضا رسالتي لكل قارئ ورسالتي للجمهور، دائما أحاول أن الشيء الذي مررت به من حزن والألم وخيبات ألا يمر به كل من يقرأ لي. فدائما أحاول أن أوصل قناعة معينة أنه الحفرة التي وقعت فيها أجنب قارئي أن يقع فيها. دائما أحاول من خلال كتبي أن أمرر تجارب شخصية حتى أجنب غيري أن لا يقع في نفس المطبات التي أقع فيها أنا. ثاني شيء على القارئ والجمهور يعني الذي يقرأ لي، دائما أحب أن أشاركه في عمليتي الإبداعية والأدبية، فأنا أخضع لطلباتهم، لأنه كما نقول القارئ هو أيضا بحكم الملك. فأنا دائما أحاول أن ألبي طلباتهم ورغباتهم، ودائما أقول أنه أنا أكتب عن البديل، عن الغلابة، عن المستضعفين، عن كل الذين لم يسعفهم الحظ حتى يوصلوا أصواتهم وتأتيهم فرصة حتى تتمكن أقلامهم من الكتابة. فأنا أكتب بدلا عنهم، أكتب عن كل أم مكلومة، عن كل أم أرملة، عن كل يتيم، عن كل محتاج، عن كل ملهوف، عن كل مغاث ومستغيث. أكتب بديلا عن كل طفل يتيم، عن كل شيخ كسير كسيح. أكتب عن كل بديل أو بدل عن كل سقيم، عن كل عليل. لذا فالأدب هو من الفن، والفن دائما ينشد الرقي، ينشد السمو، يحاول أن يعلو بالروح إلى أقصى درجات الطهر والطهارة والعفة. لذا وجب من يمارس هذا الفن أو الأدب أن يكون قديسا، أن يكون طاهرا، أن يكون إنسانا بصفة أو بروح ملائكية.